انا اسلام الكاشف وده كورس 001. ده افضل كورس انجليزي هيساعدك انك انت تحفظ اهم 3000 كلمه في الانجليزي ويعلمك القواعد اللي هتساعدك تستخدم الكلمات دي بشكل صحيح، وكمان هيتيح لك الفرصه علشان تمارس القواعد والكلمات اللي انت اتعلمتهم لحد ما توصل لمرحله الاتقان. ده يا اخوانا اللقاء رقم 16 في الكورس. فبكل بساطه لو حضرتك لسه جديد فانت محتاج تبدا معانا من الفيديو رقم 1 وتوصل معانا لغايه هنا الفيديو رقم 16. لكن بقى لو انت زبون قديم وبدات معانا من الفيديو رقم 1 ووصلت معانا لغايه هنا فانت اكيد خلصت الملف الاول تماما والحمد لله، وده اول لقاء لينا في الملف الثاني، ولذلك فانت دلوقتي مستواك كده. يا اخوانا احنا في الملف الاول من المستوى الاول خلصنا في الملف الاول بس 17% من الكلمات اللي انت محتاجها او من كلمات المستوى الاول، و25% من المجموعه الاولى بتاعت القواعد، وكمان 5% من المالتي وورد اكسبريشنز اللي بنتعلمها عن طريق اوكسفورد فريز ليست، وكمان خلصت اكتر من 5% من الخمس مستويات بتاعت الانجليزي كاملين. اوعى تفتكر ان الارقام دي قليله بالنسبه لخمس دروس بس احنا خلصناهم، انت دلوقتي فعلا ماشي على الطريق الصحيح. طيب في الملف الثاني احنا عملنا تغييرات كتير ان شاء الله هتعجبك. انا دلوقتي بس عشان الوقت هاشير لتغييرين 2 بس هتلاحظهم في الفيديو ده، والفيديو ده بالمناسبه فيه اكتر من تغييرين، ومع الوقت ومع كل فيديو هاشير لبعض التغييرات الجديده علشان تنتبه ليها. التغيير الاول خاص بقراءه الدرس. احنا كل مره بناخد درس، قراءه الدرس المره دي هتلاقيها مختلفه. انا مش هقول لك ازاي، هتلاحظها بنفسك ان شاء الله، والطريقه دي صدقني هتساعدك ان انت تنمي مهاره السماع عندك ومهاره التحدث. حاول بس انك انت تردد معايا في قراءة الدرس. والحاجة التانية بخصوص المسابقات اللي بنقدمها في آخر كل فيديو. المرة اللي فاتت فاز معانا أحد المتسابقين وشارك معانا بعض الناس. أنا عايزك من الأول تبدأ تشارك معايا علشان المرة دي هيكون في مكافآت بسيطة، والمكافآت دي ملخصها إن شاء الله، وأنا إن شاء الله هتكلم عن الموضوع ده بتفاصيل أكتر بعدين علشان الوقت، لكن ملخصها إن إحنا هنتيح لأفضل 5 جاوبوا معانا، أكتر 5 شاركوا معانا وجاوبوا معانا، هنتيح ليهم إن شاء الله لقاءات خاصة مصورة ليهم لوحديهم. هنحاول نمارس إنجليزي مع بعض أنا وهم، وبشكل إن شاء الله برضه هيكون مفيد ليهم وللناس اللي هتفرجوا على الفيديوهات بعد كده. اخيرا ما شاء الله القناه وصلت لاكتر من 5000 مشترك. شكرا ليكم جدا 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 من القلب بجد. هستنى تعليقاتكم تحت على التعديلات اللي عملناها، ويلا نبدا الدرس. بدايه للناس اللي كانت معانا في لقاء الكلمات، دايما الكلمات بتاعت الدرس عندنا بتكون متلونه، لون كل كلمة بيدلك على المستوى اللي جاية منه الكلمة دي. يعني مثلا الكلمات اللي باللون الأزرق معناها أنها منتمية للمستوى A1، المستوى الأول اللي احنا فيه حاليا، وهكذا بناء على الجدول اللي عندنا تحت. لكن الكلمات اللي باللون الأسود معناها أنها مش تابعة لأي مستوى من المستويات اللي تحت، إما أنها تكون أسماء أو كلمات غير مستخدمة كثيرا في اللغة الإنجليزية. وهتلاحظ برضو أن في كلمات تحتها خط، وده معناه أن الكلمة دي مستخدمة في أكتر من مستوى بتصنيفات مختلفة، مرة بتكون اسم، مرة بتكون صفة، وهكذا. وإن شاء الله الكلمات اللي تحتها خط دي أكيد هيكون لينا لقاءات مخصوصة علشان نوضحها بشكل أكتر. وأخيرا هتلاقي في كل عنوان درس دورية محطوطة على جزء من العنوان بتشير للقاعدة اللي احنا هندرسها إن شاء الله، لأن كل درس بيكون مركز على قاعدة معينة. ويلا بقى لقراءة الدرس. Every day, Sparky wakes up early and goes outside to play. Every day, Sparky wakes up early and goes outside to play. He loves to play fetch with Lily. He loves to play fetch with Lily. She throws the ball, and he runs after it and brings it back. She throws the ball, and he runs after it and brings it back. They play fetch for hours. They play fetch for hours. One day, Lily throws the ball too far. One day, Lily throws the ball too far. Sparky runs after it, but he can't find it. Sparky runs after it, but he can't find it. He looks and looks, but the ball is gone. He looks and looks, but the ball is gone. Sparky is very sad. He doesn't know what to do. Sparky is very sad. He doesn't know what to do. Lily helps Sparky look for the ball. Lily helps Sparky look for the ball. They look all over the park, but they can't find it. They look all over the park, but they can't find it. Sparky is starting to lose hope. Sparky is starting to lose hope. Just when Sparky is about to give up, he sees something red out of the corner of his eye. Just when Sparky is about to give up, he sees something red out of the corner of his eye. He runs over to it, and it's the ball. He runs over to it, and it's the ball.
Sparky is so happy. Sparky is so happy. He picks up the ball and brings it back to Lily. He picks up the ball and brings it back to Lily. Lily is so happy to see the ball. Lily is so happy to see the ball. She thanks Sparky for finding it. She thanks Sparky for finding it. They play fetch for a bit longer. They play fetch for a bit longer. And then they go home. And then they go home. كده احنا قرأنا درس بشكل بطيء شوية. تعالوا نسرع أكتر ونقرأه بالسرعة الطبيعية جدا، وبرضه حاول تقرأ وتكرر اللي انت بتسمعه. Every day, Sparky wakes up early and goes outside to play. He loves to play fetch with Lily. She throws the ball, and he runs after it and brings it back. They play fetch for hours. One day, Lily throws the ball too far. Sparky runs after it, but he can't find it. He looks and looks, but the ball is gone. Sparky is very sad. He doesn't know what to do. Lily helps Sparky look for the ball. They look all over the park, but they can't find it. Sparky is starting to lose hope. Just when Sparky is about to give up, he sees something red out of the corner of his eye. He runs over to it, and it's the ball. Sparky is so happy. He picks up the ball and brings it back to Lily. Lily is so happy to see the ball. She thanks Sparky for finding it. They play fetch for a bit longer, and then they go home. معاني الكلمات. وبرضه في معاني الكلمات يا اخوانا، معاني الكلمات بتتكتب على حسب الألوان. يعني الكلمات نفسها والأمثلة كمان مكتوبة على حسب الألوان. لو في كلمة من المستوى الثاني أو المستوى الثالث بتتلون بلون غير الأزرق. أول كلمة ball معناها كرة. I played with a ball in the park. أنا لعبت بكرة في الحديقة. early مبكرا. I woke up early this morning. I معناها عين. I have brown eyes. أنا عندي عيون عسلية. Find يجد. Can you help me find my keys? هل يمكنك أن تساعدني إن أنا أجد المفاتيح بتاعتي؟ Give يعطي. I will give you a present for your birthday. أنا هدي لك هدية بمناسبة عيد ميلادك. Hour ساعة. It takes an hour to drive to the beach. يعني أخذ منا وقت ساعة إن إحنا نسوق الغاية أو نقود السيارة حتى الشاطئ. Know معناها يعرف. I know how to swim. أنا أعرف كيف أسبح. lose يخسر أو يفقد. I don't want to lose my phone. أنا لا أريد أن أفقد الهاتف بتاعي. out. We went out for dinner last night. بالخارج يعني ذهبنا إلى الخارج للعشاء في الليلة الماضية. outside بالخارج برضو. It's cold outside today. الجو بارد في الخارج النهاردة. over فوق. The plane flew over the mountains. الطائرة طارت فوق الجبال. sad حزين. She was sad when her dog died. كانت حزينة عندما مات كلبها. see يرى. Can you see the bird in the tree? هل يمكنك أن ترى الطائر في الشجرة؟ so حتى. I am so happy to see you. يعني أنا سعيد جدا إن أنا شفتك. something معناها شيء. I want something sweet for dessert. أنا أريد شيء طعمه حلو يعني كنوع من أنواع التحلية. thanks شكرا. thanks for helping me with my homework. شكرا لمساعدتي في عمل الواجب بتاعي. then ثم. we went to the store and then to the park. ذهبنا إلى المحل وبعد ذلك ذهبنا إلى الحديقة. up فوق. the sun is up in the sky. الشمس فوق في السماء. when متى. when is your birthday. متى يكون عيد ميلادك. after بعد. we went to the movies after dinner. يعني ذهبنا إلى مشاهدة الأفلام بعد العشاء. bit قليل. can I have a bit of your cake. هل يمكن أن أخذ قطعة صغيرة من الكيكة بتاعتك. corner زاوية. the cat is hiding in the corner of the room. القطة مختبئة في الكورنر الركن بتاع الأوضة. وطبعا كلمة bit وكلمة corner وكلمة hiding الكلمات دي من كلمات المستوى A2 عشان كده مكتوبة بالأحمر. home بيت. I am going home after work. أنا ذاهب إلى البيت بعد العمل. look ينظر. look at that beautiful sunset. انظر إلى هذا الغروب الجميل. غروب الشمس يعني وشكله جميل. وسانسيت مش من الكلمات مش من أهم 3000 كلمة. far بعيد. the beach is far away from here. الشاطئ بعيد عن هنا. back خلف. can you move your chair back a little. يعني ممكن تحرك الكرسي بتاعك للخلف قليلا. كده احنا خلصنا كل الكلمات بتاعت الدرس. اتبقى بس حاجة مهمة وهي بعض التعبيرات
اللي احنا المفترض ندرسها في اوكسفورد فريز ليست. لو انت مش عارف يعني ايه فريز ليست واوكسفورد فريز ليست فلازم تبص على الدرس اللي احنا عملناه عن الموضوع ده. كلمة الدرس الطبيعي انها بتروح على برنامج كرام زي ما احنا اتعودنا علشان نسهل عليك انك انت تحفظها، وزي ما انت متعود ان احنا في اخر كل فايل عندنا لقاء خاص بندرس فيه المالتي وورد اكسبريشنز اللي وردت في الاوكسفورد فريز ليست. الكلام ده هيستمر زي ما هو ان شاء الله، لكن اللي هنجدده هنضيفه المرة دي ان اي مالتي وورد اكسبريشن هيرد عندنا في اي درس من الدروس ويكون تابع للمستوى اللي احنا فيه هيتم برضو اضافته لبرنامج كرام للفلاش كارد الخاصه بالفريز ليست. يبقى زي ما احنا هندرس الفريز ليست او المالتي وورد اكسبريشنز هندرسهم ان شاء الله زي ما احنا في اخر لقاء من كل فايل، لكن هنضيف ليهم اي حاجه هتعترض طريقنا من المالتي وورد اكسبريشنز وتكون تابعه للمستوى اللي احنا فيه. والنهارده عندنا في الدرس في عندنا تعبيرين مهمين. اول حاجه look for معناها يبحث عن. كلمه look معناها ينظر، لكن look for على بعضها معناها يبحث عن. وطبعا عندنا مثال I am looking for my lost dog، يعني انا بدور على الكلب الضايع بتاعي. والتعبير الثاني كلمه go home يذهب للبيت I need to go home and look for my keys، انا محتاج ان انا ارجع البيت وادور على المفاتيح بتاعتي. كده خلصنا ويلا بقى نعدي على الأسئلة. أول سؤال عندنا ممكن يكون يعني بعض الناس مش بتفضله قوي لأنه بياخد وقت شوية، لكن السؤال ده هيضطرك إنك تقرأ الدرس مرة تانية وإنك تراجع جميع الكلمات. على الأقل هتاخد فكرة عن الدرس ككل، لأن مطلوب منك ترتب أحداث الدرس اللي موجودة عندك بشكل غير مرتب. جنب الجملة رقم إيه هتكتب ترتيبها في القصة، هل هي حصلت رقم 1 ولا رقم 2 ولا رقم 3. هتدور على أول حدث في القصة وتكتب عليه رقم 1، بعد كده تدور على الحدث الثاني وتكتب رقم 2. عندنا 11 حدث. الدرجة من 20. أي جملة هترقمها ترقيم غير صحيح هتنقص نفسك درجتين. معاك 3 ثواني، وقف الفيديو وبعد كده هوري لك الحل. زي ما حضرتك شايف هو ده الحل بتاعنا. يبقى أول جملة عندنا Sparkly loves to play fetch. بعد كده Lily throws the ball, Sparkly runs after it. رقم 3 Sparkly can't find the ball. رقم 4 Lily helps Sparkly look for the ball. 5 they look all over. 6 Sparkly is about to give up. 7 Sparkly finds the ball. 8 Sparkly brings the ball to Lily. 9 Lily is happy. 10 they play fetch for a bit longer. 11 آخر حاجة they go home. طبعا لو عندك أكتر من 3 أخطاء فأنا أنصحك ترجع تاني لنفس السؤال، لأن السؤال ده يا إخوانا مهم. السؤال ده هيخليك تقرأ كل كلمات الدرس مرة تانية وهيخلي عندك استيعاب جيد جدا للقصة. السؤال التاني true or false، صح ولا غلط. عندنا 7 عبارات والدرجة من 20 ومعاك 3 ثواني. وقف الفيديو وبعد كده هقولك إيه هو الحل. هو ده الحل يا غالي. العبارات المكتوبة بالأحمر هي العبارات الغلط، واللي باللون الأزرق هي العبارات الصحيحة. خليك فاكر جبت كام في ترتيب القصة وجبت كام في true or false. وتعالى بقى للسؤال الأخير. السؤال ده من 40 درجة. اختار الإجابة الصحيحة. هقرأ لك الجملة وبعد كده هسيبك 3 ثواني وبعد كده هعلم لك على الإجابة الصحيحة. كل عبارة هتجاوبها غلط هتنقص نفسك درجتين وفي الآخر هتشوف جايب كام من 40. What does Sparkly like to do every day? Sparkly بيحب يعمل ايه كل يوم؟ What does Lily throw to Sparkly? هي بترمي ايه لسباركلي؟ What happens when Lily throws the ball too far? ايه اللي حصل لما ليلي رمت الكورة بعيد جدا؟ Where does Sparkly and Lily look for the ball? هم دوروا على الكورة فين؟ What does Sparkly do when he's about to give up? ايه اللي عمله Sparkly لما كان على وشك انه يستسلم؟ What does Sparkly do when he finds the ball? ماذا فعل عندما وجد الكرة؟ What does Lily do when Sparkly finds the ball? ليلي عملت ايه لما Sparkly لقى الكرة؟
كده خلصنا الأسئلة، وزي ما قلت لك كل سؤال جاوبته غلط هتنقص من نفسك درجتين، وتقول لي يا ترى جبت كام من 100، يا ترى جبت A بلس ولا A ولا A ماينس ولا B بلس ولا B ولا B ماينس. أقل من B ماينس مش لازم تكتب درجتك، لكن لازم تشوف الدرس مرة تانية وتحل الأسئلة مرة تانية. B ماينس فما فوق، يا ريت تكتب لي في التعليقات درجتك، ولو مش حابب تشارك درجتك معانا اكتب لي الدرجة اللي أنا بديها لك وهي you are great زي ما احنا متعودين. وتبقى عندنا امتحان السماع، أتمنى إن حضرتك تركز في الامتحان وتحاول تجاوبه. بالمناسبة من التجديدات اللي هتحصل بعدين مش هتحصل معانا في الملف ده، إن فيديو السماع هيكون فيديو منفصل. مهارة السماع يا أخوانا مهمة جدا، لأنك لما تيجي تتكلم مع حد، الكلام مع أي حد عبارة عن إنك أنت تسمع هو بيقول إيه وبعد كده تجاوب. دي هي مهارة الممارسة اللي احنا بندرسها مع بعض في الفيديو الثالث من كل درس، لكن تفهم كلامه هي دي مهارة السماع، واللي لازم نهتم بيها جدا جدا ونفرد لها فيديو لوحدها، علشان كل ما بتنمي مهاراتك وكل ما الكلمات اللي انت عارفها في الانجليزي تكتر، لازم تعرف تتدرب انك تسمع وتميز كل كلمة من الكلمات اللي انت اتعلمتها كويس، علشان مهاراتنا كلها ترتفع مع بعض. واسيبك بقى مع امتحان السماع. Whenever I put myself outside myself, I am able to pierce the veil. Whenever I put myself outside myself, I am able to pierce the veil. I think it's important that we look for ways to pay for our investments. I think it's important that we look for ways to pay for our investments. He doesn't want you to lose hope. He wants to make you humble. He doesn't want you to lose hope. He wants to make you humble.